طبعا الفترة الأخيرة وجدت كثير رسائل من اليمنيين ومن إخواني اليمنيين اللي أنا بقول عنهم إخواني اليمنيين، وأنا كثير بفتخر وبعتز إنه أنا يمني. فكثير من اليمنيين يراسلوني أو يقولوا أنت ليه ما تحب اليمنيين، أو أنت ليه ما تتكلم مع اليمنيين، أو أنت ليه دائما تنتقد اليمنيين أو كذا. لا بالعكس، أنا كثير مرات تكلمت على هالموضوع، إنه أنا كثير بحب اليمنيين، هم إخواني وأهلي قبل ما يكونوا ناس عاديين، يعني هم أهلي وإخواني وأنا أحبهم كثير. أنا دايما أقول إنه اليمنيين وقفوا معايا وساعدوني، دعموني، فعلوا لي أشياء كثيرة يعني، وما حد يستغني عن أبناء بلده أو ما حد يتكلم على أبناء بلده. هالشي لازم أقوله، لازم أوضحه للناس وللجميع لازم يعرفوه. وفي الأول والأخير أنا يمني. المهم إنه مثل ما قلت لكم إنه أنا ما عنديش خلاف مع أحد. أنا دائما خلافي هو مع الذباب الإلكتروني، اللي أنا أصفهم دائما بالذباب الإلكتروني، الذباب الذي هي أصلا بتهاجم كل الناس، مو أنا فقط، بيهاجموا كل إنسان مختلف سواء بالشكل أو باللون أو بالدين أو بالميول الجنسي. هذول الذباب الإلكترونية موجودة في كل مكان وفي كل الوطن العربي، ليس فقط في اليمن ولكن في كل الدول وفي كل المجتمعات يوجد ذباب إلكتروني، ويجب أنه حنا نتصدى لهم كشخصيات عامة أو كناس معروفين. يجب أنه نتصدى لهؤلاء الناس وما نعطيهمش أي قيمة ولا نعطيهم أي اعتبار ولا نعبرهم أصلا ولا نرد على رسائلهم. فأنا بالنسبة لي ما يعنوا لي أي شيء، ولا يهمني، وما هميتهم لما كنت في الدول العربية، فما بالكم اليوم أنا في بلد اسمها السويد، فما راح أهتم بالأكثر يعني. فتحياتي للجميع، وإن شاء الله تكون وصلتكم الرسالة، وانتبهوا على حالكم، ربنا يوفقكم.